لو انت اب وعندك بنت من 12 ل 17 سنه، انت محتاج تبقى مدرك كميه التحديات اللي بيقابلوها بناتنا النهارده بسبب الضغط الجبري اللي السوشيال ميديا بيعملوه علشان يسوقوا لفكره زي فكره المثليه الجنسيه مثلا. لما بتفتح اي channel علشان تتفرج على موفي النهارده، انت بتشوف كميه اللقطات اللي مقصود انها تتسرسب في وسط الاحداث بشكل طبيعي جدا وبشكل مقبول اجتماعيا، ان المثليه الجنسيه دي بقت حاجه طبيعيه وموجوده في وسط المجتمع. بناتنا فعلا بيتعرضوا لتحديات، اهالينا، امهاتنا، اخواتنا، يمكن مراتاتنا ما كانوش اتعرضوا لكميه الضغط الجبري في المعرفه عن المثليه الجنسيه زي اللي بناتنا بيتعرضوا لها النهارده. اصبح النهارده بنتي علشان تطلع بنت طبيعيه متصالحة مع نفسها، متصالحة مع جسمها، حابة أنوثتها، فاهمة يعني إيه بنت، فاهمة يعني إيه أنوثة، فاهمة يعني إيه تبقى زوجة وامرأة فيما بعد، فاهمة يعني إيه تبقى أم طبيعية تميل وتنجذب لرجل في وقت من الأوقات وتحبه وترتبط بيه. الحياة الطبيعية دي في حد ذاتها أصبحت تحدي، يمكن حد من بناتنا النهارده يوصل لها ويمكن الميديا تأثر عليها وما توصلهاش. احنا محتاجين النهارده كأسر، كآباء وكأمهات، نتحد في توعية جنسية سليمة، نوعي بناتنا وولادنا بالأصول الطبيعية للأشكال الطبيعية للأسرة وللأشكال الطبيعية للجنس، والتوعية جنسية سليمة بناتنا يطلعوا بنات طبيعيين زي كل الأجيال اللي فاتت. التصميم الإلهي اللي ربنا حطه رجل وامرأة يتحدوا ببعض علشان يثمروا ويكسروا ويملأوا الأرض ويفرحوا بأولادهم، أصبح هذا التصميم الطبيعي للأسرة أصبح مهدد بالانقراض في وقت من الأوقات. هيجي وقت من الأوقات هيبقى الناس الطبيعية هتبقى قليلة، يمكن ما نشوفش ده في الجيل بتاعنا، بس لو ما حافظناش على فكرة زي فكرة التناسل الطبيعي وفكرة الهوية الجنسية الطبيعية للولد وللبنت، فكرة الأسرة الطبيعية هتبقى مهددة فعلا بالانقراض. ضغط تاني بناتنا بيتعرضوا ليه النهارده، فكرة الجمال وفكرة الثقة بنفسهم ما بقتش حاجة سهلة بالنسبة لهم. كل البنات النهارده عمالين يصوروا فيديوز وعمالين يصوروا فوتوز وعمالين بيعرضوا الحاجات دي بفلاتر على السوشيال ميديا وعلى الستوريز بتاعت الابلكيشنز كلها، واصبح في منافسة شرسة جدا، وكل بنت اصبحت بتقيم نفسها بحسب قدرتها على التصوير، بحسب طريقتها في الوقفة، بحسب شكلها اللي تظهر بيه، بحسب كمية اللايكس والكومنتس اللي هتجيلها لما بتنزل حاجة على السوشيال ميديا. بناتنا فعلا بيتعرضوا لضغوط احنا ما كناش بنتعرض ليها زمان. اصبح من مسؤوليتنا الكبرى النهارده ان احنا نمد ايدينا لبناتنا ونقدم لهم توعية جنسية صحيحة. البنت بتحتاج تعرف حاجتين مهمين قوي في بداية مرحلة المراهقة، بتحتاج تتأكد من هويتها الجنسية، تحب نفسها، تعرف انا مين، وفي نفس الوقت بتحتاج تتعلم عن الميل الجنسي الطبيعي للآخر، إنها تنجذب لشاب في وقت من الأوقات. ده حاجة حلوة، ده حاجة تصميم إلهي ربنا حطه جواها، مش محتاجة إنها تهرب منه ولا محتاجة إنها تبقى بتبالغ فيه وهي لسه صغيرة، لكن محتاجة تتعرف على المشاعر الطبيعية لده. ده بيحصل من خلال تقديم توعية جنسية سليمة لبناتنا. ورشة من غير كسوف، ورشة للفتيات فقط من سن 12 ل 17 سنة، بنقدمها لكم في مركز ميتانويا للمشورة. بتقدم الورشة مجموعة من مدربات مركز ميتانويا للمشورة دارسين للصحة النفسية ويقدروا يقدموا التوعية الجنسية لبناتنا بشكل سليم. لو مهتم إن بنتك تحضر ورشة زي دي، من فضلك اكتب لنا كومنت إنك مهتم أو ابعت لنا رسالة واحنا نرد عليك بكل التفاصيل.